تعالوا النهارده نعمل بسكوت للشاي خطير جدًا، خطير، بشوية زبدة وبشوية لبن وبدون بيض هتعملي مقدار كبير وجميل. أنا بس عايزة أوصف لكم طعمه وقرمشته، أنا مش عارفة يعني أقرب حاجة ليه هو بسكوت أولكر، بس هو طبعًا أحلى. عارفة بسكوت أولكر بالضبط هيدّيكِ نفس النتيجة لو أنتِ بتحبيه، وكمان هيبقى أحلى. مقدار إن شاء الله هيبقى كبير رغم إن مكوناته بسيطة وسهل جدًا، بدون تخمير بدون أي حاجة. بدون كلام كتير يالّا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. هنحتاج في الوصفة كوباية إلّا ربع زبدة مع ربع كوباية زيت، ممكن تبقى كوباية كلّها زبدة. بس ما تزوّديش الزيت عن ربع كوباية، لإن في لبن واللبن هينشّف. وربع كوباية لبن، نُص كوباية لبن، و4 معالق نشا، وكوباية سكر بودرة، و4 كوبايات من الدقيق. وهنستخدم المضرب اليدوي عادي أو المضرب الكهربا براحتك. هنحط الزبدة والزيت على اللبن على السكر البودرة ونبتدي نضرب لحد ما القوام يتجانس مع بعض. ممكن تستخدمي المضرب اليدوي عادي جدًا، أهم حاجة لإن ما فيش بيض، فأنتِ أهم حاجة بس المكونات عندِك تدوب في بعض. وبعدين نحط ال4 معالق من النشا أو النُص كوباية. وبعدين نجيب الدقيق ونحط عليه معلقة كبيرة كده من الbaking powder، أي baking powder أنتِ تستخدميه، أنا النهارده يعني مستخدمة Dream، بس أنتِ أي baking powder تستخدميه هيريحِك استخدميه، بس ما يزيدش عن معلقة، ما تزيدش عن معلقة، أكتر من كده البسكوت ممكن يفرقع منِّك، وbaking powder عادي يا جماعة مش الcake شيف، خلّي بالكم من المعلومة دي، نبتدي نضيف الدقيق بالتدريج، أهم حاجة في البسكوتات تضيفي الدقيق بالتدريج وتقلبي لحد ما تحسي إن المكونات دخلت في بعض. أنا النهارده استخدمت 4 كوبايات دقيق بالضبط. طبعًا في دقيق ممكن ياخد منِّك 4 وربع، 4 و3 معالق، بس مش هيبقى أقل من 4 كوبايات على المقدار ده، تخلّي بالكم. نبتدي بقى إيه، أعجن بإيديّا كده، أيوه، أبتدي بس ألِم العجينة بإيدي زي ما أنتم شايفين كده. أهي بصوا بقى شكل العجينة بقت متجانسة وحلوة إزاي، ده المطلوب. ده منظر العجينة. أروح بقى آخدها نُص ساعة أو ساعة على التلاجة. آخدها بس ساعة التلاجة، التلاجة يا جماعة بتنعّم البسكوتات جدًا، دي من الحاجات المهمة، التلاجة بتنعّم البسكوت وبتخلّيه جميل. بس وابتدي بقى أجيبها أطلّعها أحط كيس بلاستيك، لإن طبعًا زي ما أنتم عارفين وإن شاء الله لمّا نعمل بسكوتات كتير، البسكوتات مش بتتفرد بدقيق ينشّفها، لأ بنفردها بين كيس بلاستيك، أي كيس عندِك بلاستيك بتجيبيه تقطّعيه وتحطّيه حتّة على حتّة وتبتدي بقى تقطّعي، تجيبي أي قطّاعة. أنا النهارده أنا باحب شكل الوردة، ممكن تستخدمي طب تقطّعه طولية، قطّاعة مربّعة، أي حاجة، أنا باحب شكل الوردة. وتجيب طبعًا الصينية يا جماعة بابقى دهناها زبدة، زبدة أو زيت، بس أنا باحب أدهن زبدة. بس وابتدي بقى أهو، بُصّوا متقطّعة جميلة إزاي، بس خلّي بالكم يا جماعة وأنتم بتقطّعوا إنكم تحافظوا على الشكل بتاعه. وزي ما قُلت لكم هو طالع من التلاجة ما شاء الله بيبقى قوامه كده مضبوط، ومش مش بيتفلت من إيدِك يعني، وإن هو يتحط في التلاجة ده بيحافظ على إن القوام بتاعه التشكيلة ما تبُص من إيدِك أهو. بُصّوا بقى، وابتدي بقى أجيب أي خِلّة، خِلّة الأسنان أو بتاعة الشيش طاووق، ابتدي أخرّمه كده وأدخّله على الفرن. بيدخل على الفرن درجة حرارة من 180 ل200، بيقعد 15 دقيقة، بس 15 دقيقة. طبعًا يبقى الفرن سخن قبل كده. بُصّوا بقى، بُصّوا بقى طالع إزاي، بُصّوا الجمال، بُصّوا لونه مقرمش إزاي، شايفين؟ أنا كان نِفْسي أسمّعكم صوت التخبيطة بس أنا ما عرفتش أعمل كده يعني. بُصّوا قرمش جدًا، جدًا. هو بيتقدّم سادة كده بيبقى جميل خالص يعني، ولكن أنا هاقدّمه بطريقة مختلفة إن أنا أحُط كل 2 بينهم شوكولاتة. أجيب أي شوكولاتة عندِك قابلة للدهن، ت ت تحطّيها بس في الميكروويف 5 دقايق وبتبتدي بقى تحطّي بسكوتين من كل طبقة، طبقة شوكولاتة من كل بسكوتين. أهو. بُصّوا جميل، تحفة، والله تحفة، هيعجبكم جدًا، بسيط جدًا يعني. يا جماعة مش هياخد منِّك ربع ساعة، والمقدار بتاعه ما شاء الله بيرمي كتير جدًا، يعني أنا عملت من الصينية دي 3 صواني. بُصّوا بقى المقدار أنا مقدّماه سادة وبالشوكولاتة مع كوباية شاي، هيعجبكم جدًا. أنا عن نفسي يا جماعة بقى لي فترة والله بجد استغنيت عن كل البسكوتات المُعلبة اللي بتتباع في الشوارع، خلاص أنا بقيت على طول باعمل مقادير البسكوت دي في البيت عندي، على طول موجودة، على طول بتنفعني لمّا بييجي طبعًا أي ضيف، على طول بتنفعني في الفطار، لطيفة جدًا وبسيطة ومقدار مش بياخد مني حاجة. إن شاء الله هتجربوه وإن شاء الله هيعجبكم. أشوفكم في فيديو جديد، في وصفة جديدة إن شاء الله.